الجلوس في المجلس الوطني الانتقالي. يعني اللقاء هذا حدث أمس أول أمس في دبي في أبو ظبي، واليوم في الدوحة اجتمعوا فيه ممثلين المجالس والمدن في مناطق غرب ليبيا والجنوب ووسط ليبيا وهي طرابلس وضواحيها. يأتي أهمية هذا المؤتمر الذي انعقد كما قلت لك في يومين، يوم في أبو ظبي ويوم في الدوحة. تأتي أهميته لأن لأول مرة يلتقي كل أبناء هذه المدن وجها إلى وجه ويتحدثوا ويعني يتشاوروا في مواضيع كثيرة، إلى جانب أنهم لأول مرة الآن يسافرون إن شاء الله إلى طرابلس لالتقاء بالمجلس الوطني الانتقالي والوقوف على كيفية الشغل هناك. ويعني هم حياخذوا تعليمات، حيعرفوا طريقة الشغل، طريقة العمل المطلوب منهم، ما هو دورهم في مناطقهم، كيفية العمل، في مواضيع كثيرة متعلقة بالحياة اليومية، بالحياة العسكرية، بالحياة الاجتماعية، بالحياة المدنية، يحتاج هؤلاء الشباب وهؤلاء الثوار أن يأخذوا فيها يعني تعليمات ونصائح من المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي. كذلك يعني يعتبر أول تجمع يجمع كل الليبيين ويعبر عن يعبر عن تطلعات الليبيين في إن شاء الله اتحاد ليبيا، يعني تحررها بالكامل من قبضة القذافي. وهذا كذلك رد على مزاعم القذافي أن كثير من المدن لا زالت معه وأن القبائل لا زالت معه. فهذا رد قوي من هؤلاء الإخوة الذين يحضرون هذه الاجتماعات اللي تمت في أبو ظبي واللي اليوم في الدوحة واللي حتكون في بنغازي. رد على القذافي أننا نحن كل المدن الثائرة نؤيد المجلس الوطني ونقف معه، ويعني يعتبر الممثل الوحيد للشعب الليبي في هذه المرحلة الانتقالية إلى أن يسقط طاغية القذافي وتتحرر طرابلس من هذا الرهن أو الارتهان الذي وضعها فيها القذافي وبقية المدن الزاوية وزوارة ومصراتة التي هي يعني متحررة مصراتة لكن تنتهي فيها جميع المعارك إن شاء الله بإذن الله، وبني وليد وسرت وسبها والكفرة وودان وهون وغدامس وكل هذه المدن إن شاء الله تتحرر وتنتهي القذافي وقبضته وتبقى ليبيا حرة إن شاء الله، ونعود إلى وطننا جميعا، كل إلى بلده وكل إلى منطقته.